يا صباح الورد على أجمل متابعين ومشتركين معايا في القناة. في نقطة مهمة عايزين نتكلم مع بعض فيها. لو أنت رايح أي مصلحة حكومية في مصر لازم تخلي بالك منها. وأول حاجة هنحضر مع بعض ورقة وقلم واكتب ورانا. خد معاك صورة البطاقة وخد صورة من ذكرياتك الحلوة وشهادة الميلاد ووصل كهرباء. تمام. أهم حاجة صورة من الذكريات الحلوة. وخد معاك شهادة من مؤهلاتك وخد معاك قسيمة الجواز، ولو انت مش متجوز خد قسيمة جواز امك وابوك. تمام، سهلة دي، بس يا رب ما ننساها. خد معاك فلوس فكة وفلوس مجمدة وفلوس ولا هي فكة ولا هي مجمدة. تمام. خد معاك فلوس في الفيزا وخد معاك فلوس في جراب الموبايل وخد معاك الخيل والليل والسيف والبيداء والرمح وسنج احتياطي. دي السنجة، بس ممكن آخد معاه الصبر وطولة البال. شغالين برضه هناك كويس. خد معاك مفتاح الشقة، مفتاح فرنساوي ومفتاح انجليزي. تقصد نلم مفاتيح الحياة وناخدها معانا؟ تمام تمام. خد معاك قلم جاف احمر وواحد تاني ازرق وواحد للموظف. تمام تمام. عيش لبناني وخبز سوري. خد معاك شهادة 100 مليون صحة وبكرة أحلى وبعده عادي وبكرة تعرف قيمتي يا ناكر خيري. طب نطلع لهم شهادة امتى يا ناكر خيري دي منين بقى؟ علينا نكتبها. وعشان التلوث اللي بيبقى في المصالح الحكومية خد معاك كمامة وخد كحول وتلات أربع تقومة تغير فيهم عشان الجو حر وملزق جوه. خلي بالكم من التلزيق يا جماعة، والكمامة أهم حاجة. يستحسن تاخد معاك طبيب نفسي عشان هتتعب. تمام. طبعا ما تنساش شهادة الجيش، شهادة التطعيم، وشهادة من 2 موظفين انك على قيد الحياة. طب أعملها إزاي دي؟ تمام تمام. ما تنساش تاخد معاك الكارنيه بتاع مدرستك الابتدائي اللي هو بتاع التأمين الأصفر ده، عارفه؟ وخد معاك كارنيه المترو، كارنيه النادي احتياطي. صدقوا بالله بعد التطور والتكنولوجيا اللي احنا وصلنا فيها لحد دلوقتي لسه الكلام ده بيحصل لحد الآن. طبعا لازم تبقى عارف جدك الله يرحمه اتأخر على شغله ليه ربع ساعة سنة 1954، ووقتها كان ايه موقفه من الشركة. متنساش تصحى بدري الساعة 5:30 الفجر قبل حتى ما الفراش يصحى. روح لازم تصحى بدري. تمام. هناك عشان تقف في أول الطابور من ورا. متنساش تاخد معاك ساعة يد، ساعة رقمية، وساعة عقارب، وساعة حيطة، وساعة حظ، وساعة لقلبك، وساعة لعقلك. ساعة لقلبك وساعة حظ. تمام تمام. ودعوة الوالدين، دعوة ال40 غريب، دعوة من كل حد تقابله وقتها. ودعوة المشاهدين اللي وصلوا معانا وصبروا لحد النقطة دي. تمام. كل ده عشان لعل وعسى حد يحن ويبص في ورقك. ولو عجبتكم الحلقة ما تنساش تدعم اخوك المصري باللايك والاشتراك والشيار على اي حد بتعزه. سلام. تشاو.